هناك سبب واحد جعل الدولة العثمانية تدوم 600 سنة. كانوا يأخذون الصبيان المسيحيين الذين ليس لهم أحد ليرعاهم في سن 8، يحولونهم إلى الإسلام، يصنعون منهم محاربين نخبة، ويطلق عليهم اسم الانكشارية. والجزء الصادم، هؤلاء الصبيان كبروا وهم ممتنون. وهنا سبب تعثرك. أنت تعتقد أن الولاء يأتي من الراحة. العثمانيون أثبتوا أن الولاء يأتي من التحول. الطريقة كانت كالتالي: إزالة كل ما هو مألوف، استبدال الهوية بالكامل، إجبارهم على كسب ذواتهم الجديدة. لا زيارات عائلية، لا رسائل إلى الوطن، لا لغة أصلية، فقط تدريب وصلاة وتعليم وقتال لمدة 10 سنوات متواصلة. توقف لحظة وفكر. هؤلاء الأطفال المسروقون أصبحوا صدوراً عظاماً، قادة عسكريين، أكثر الناس ثقة لدى السلطان. كان بإمكانهم التمرد، كان لديهم كل الأسلحة، كل التدريب، لكن بدلاً من ذلك ماتوا وهم يدافعون عن الإمبراطورية التي سرقتهم. الجزء الذي لا يعترف به أحد: الراحة تنتج الاستياء، المشقة تنتج الولاء. الانكشارية حصلوا على أفضل تعليم، أفضل أسلحة، أفضل مناصب. حتى الأتراك العاديون كانوا يغارون من الأطفال المسيحيين المخطوفين. فكر في ذلك. ما يكسر أغلب الناس اليوم: أهلي لم يدعموني كفاية، طفولتي كانت صعبة، لم أحصل على فرص. وفي المقابل، أكثر المحاربين نخوية في التاريخ مسحت هويتهم بالكامل في سن 8 وشكروا من خطفهم على ذلك. انتبه لهذه النقطة. لم يكونوا أوفياء رغم المشقة، كانوا أوفياء بسببها. طفولتك المريحة هي سبب ضعفك، طفولتهم المسروقة هي سبب حكمهم.